عم الشيخ أحمد، الشباب ده احنا بقى انت بتقول القرآن والحاجات دي، بس احنا عايزينه يحفظ قرآن ويتدبر قرآن. الشباب ده لو عايز يحفظ قرآن يعني سنة أو 2، عايز اللي قدامي ده أقول له تعالى صلي بينا في مسجد البخاري. عايز الراجل ده هو أقول له في مجمع الفتح بشط الملح هتيجي تاخد لك 4 ركعات. والراجل ده هو أمسكه المسجد الفلاني في صلاة التراويح. لأن أنا دايما بقول يا شيخ أحمد، لو ده أنا ماليش دعوة، وده أنا ماليش دعوة، وده شوف حد غيري، وده أنا تعبان، أجيب مين؟ ما أقول لي أنا أجيب مين؟ يعني أنا دلوقتي خلي الشيخ أسامة جبل مش موجود، ربنا يا رب يحفظه، مسافر، وعايزين حد يصلي بينا في مسجد البخاري، هنجيب مين؟ نقفل المسجد. ما أنت مش عايز تتحرك، ما أنت مش عايز تعمل حاجة، ما هو أنت عايز تفضل زي ما أنت النهاردة وبكرة وأول امبارح وبعد بكرة والسنة الجاية أنت. طب إمتى بقى أنت هتشتغل؟ إمتى هنقول لك يلا امسك المسجد الفلاني؟ إمتى هنقول لك امسك موضوع الدعوة؟ في فرق اللي أنا بتكلم كلام عام، وفرق اللي فيه ناس أنا بخصصها اللي يتحمل، يعني اشتال، يعني اتعب. يعني واحد زي الشيخ أحمد ده في المكان بتاعه ما شاء الله فيه ثمرة، اللي بيحفظ قرآن، واللي أئمة مساجد اتربت على ايديه وعلم ناس قرآن وياما فيه. يعني الشيخ أحمد الكرداوي أخذ إجازة من الشيخ أحمد، أنت ليه ما تاخدش منه إجازة؟ لا بجد تقوم أنا بقوة وبعزيمة وبصدق إن شاء الله أخذ إجازة من الشيخ أحمد وأسمع القرآن كاملا وأحفظ القرآن كاملا، وبعد كده أنت اللي تدي الإجازة للناس، وبعد كده أنت اللي تعلم الناس، وبعد كده أنت تكون قائم على دعوة. يبقى في أنت وجودك في المكان بركة، وجودك في المكان رحمة، وجودك في مكانك خير ليك. لكن طول ما أنا ماليش دعوة، أنا والله ما أنا قادر، أنا عندي ظروف. عارف ده لو كان قال أنا عندي ظروف ما كانش قاعد القعدة دي. والله لو كان اتحجج وقال أنا عندي ظروف، يقول لك أنا متغرب يا عم، ده أنا جاي من أسيوط وشغال شغلانة، وهحفظ إزاي وهعمل إزاي، وأنا اللي هغير الكون؟ تغير، ما تغيرش ليه؟ مش لازم الكون، بس تغير في مكانك، في الحي بتاعك، في المحيط بتاعك. ولذلك هو لو كان قال ايه انا مالي، انا هشتغل وخلاص وخلينا انا كده، لكن هو لولا بعد فضل الله الاصرار والعزيمه والثبات والحب ما كانش قاعد القعده دي، ما كانش صلى بيك دلوقتي المغرب. فانت انا بجيب لك النماذج دي ليه؟ عشان لو قلت لك اصل القارئ الفلاني والراوي الفلاني تقول انا فين والناس دي فين. اما بكلمك عن الصحابه يا عم انا فين والصحابه، يا عم لا، ولا صحابه ولا تابعين ولا حاجه، انت ناس قدامك اهي. بس ايه اللي حصل؟ اللي هو عنده همه، اللي انا عايز اوصل لشيء معين. انا عايزك بقى وانت قاعد دلوقتي، معلش يا شيخ احمد، طب ليه ما اكونش زي الشيخ احمد؟ طب ليه ما تعبش زيه واجني الثمار زيه؟ اللي انت ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يستخدمك. انت متخيلة؟ انت لو تخيلتها انت مش هتنام، والله لو تخيلتها مش هتنام، هتموت نفسك. يعني ايه ربنا يستخدمك في نصرة الدين؟ يعني ايه تيجي يوم القيامة انت قائد وكان وراك ناس اقتدوا بك في الخير وحفظ القرآن؟ أنا قلت لك الدور اللي فات يا هناك يا سعدك، إما يجي فلان وفلان وفلان، يا رب ده اللي علمنا القرآن، يا رب ده اللي حفظنا القرآن، يا رب ختمنا على ايديه. ايه الجمال ده؟ تحس حتى كده ايه؟ لا ده في حاجة، أنا في ثمرة، في حاجة أنا ممكن أكون وصلت لها، حاجة تشرف كده يوم القيامة، اللي ايه ربنا جعلك رأس وقدوة للناس في الخير، ومش أي خير، ده قراءة القرآن. خيركم، عارف يعني ايه؟ عارف الخيرية يعني ايه؟ أنت مقدم عند الله بإيه؟ بالقرآن. ولذلك الشيخ أحمد عايز برضو يلفت نظرنا لإيه؟ اللي بيقولك اقرأ وتعلم، وبرضو نفس الحكاية قال كلام جميل قوي، قال لي خلي ربنا يرى منك أخلاق
ربنا بيحبها، عمل صالح ربنا بيحبه. أنا عايز أقول لك حاجة، لن تجد أفضل أبدا من حافظ القرآن الذي يعمل به عند الله. انسى انسى تتلاقي حد أحسن منه، بس إن هو اللي القرآن هذبه، نهو اللي القرآن طهره، نهو اللي القرآن رباه. من غير ما تعرف يقولك أنا حافظ القرآن، دي أخلاق آل القرآن، دي سمات آل القرآن. ما يعرفش يغتاب، ما يعرفش ينتقص من الناس، ما يعرفش يستقل من الناس. لا 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 لا, لا. أخلاق القرآن مش كده خالص. أنا يمكن قلتها لك في رمضان، أنا الظاهر أنا اللي أخدت الحديث من الشيخ أحمد، الظاهر أنا أخدت الحديث من الشيخ أحمد. لا أنا عايز أقف، لا ما الشيخ عبد الرحمن مش هيسيبني، هيقول لي يعني أنت جايب الراجل من كفر سليمان وقاعد تتكلم وسايبه، اتق الله. ما بيسيبنيش ده، لا ده هو ما بيسيبنيش. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.